مش معقول لسه بتعملي كيكة البرتقال بالطريقة العادية؟ تعالي جربيها بالطريقة دي، انا متأكدة انها هيكون ادمان عندك طول فصل الشتاء. هنعملها بطريقة سهلة جدا، مش هتاخد معانا وقت خالص، وبمكونات كمان اقتصادية ومظبوطة 100%. ان شاء الله اول ما تطلع من الفرن مش هتستنى خالص. ولو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، وتنزلي تحت الفيديو تعملي اشتراك في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد بقدمه. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض ونقول بسم الله. اول حاجه كده هنبدا بيها ان المقادير كلها بدرجه حراره الغرفه. عندي اول حاجه 350 جرام من الدقيق او كوبايتين ونص. الدقيق متعدد الاستعمالات، الدقيق بتاعنا العادي، وعليهم رشه بسيطه من الملح. وعندي كمان 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، انا مستخدمه البيض الوسط. ومعايا كمان كوبايه وربع من السكر، وكوبايه الا ربع من عصير البرتقال، انا عصرت 3 برتقانات وسط وصفيتهم من التفل بتاعها. وكوبايه الا ربع زيت، ومعلقه صغيره فانيليا، انت ممكن تستخدمي الفانيليا السايله او البودر، ومعلقه كبيره نشا. وكمان معانا معلقه خل كبيره. الناس اللي بتشتكي ان الكيكه بتغمق منها، اضافه معلقه الخل دي هي المكون النينجا في الكيكه، هي اللي بتخلي لون الكيك فاتح. ومعايا كمان معلقه كبيره بيكنج باودر، ومعلقتين كبار بشر برتقان، وهضيف عليهم كمان معلقتين كبار زبادي. اول حاجه هنستخدم العجان او المضرب الكهربائي او المضرب اليدوي، بأبسط الامكانيات خالص هتعمليها. اول حاجه هنضيف البيض، والبيض اللي انا بستخدمه بدرجه حراره الغرفه، لازم نطلعه من التلاجة قبلها بشويه. ضفت على البيض معلقه الفانيليا والخل، وهضربه لمده دقيقتين، وهضيف عليهم كوبايه وربع من السكر. ولازم السكر لونه يبقى فاتح علشان ما يغمقش الكيك بتاعنا. هنضربهم كويس جدا لمده دقيقتين 3 لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هضيف عليهم بشر البرتقال، انا باخد كده بشر 3 برتقانات اللي انا عصرتهم، واحاول كده اخد الجزء الاورنج بس منه، ما اجيش على الجزء الابيض، لان لو خدت الجزء الابيض معاه هيمرر الكيكه معانا. وبعد كده هنضيف عليهم كوبايه الا ربع من الزيت، ولازم برضو الزيت اللي احنا هنستخدمه يكون لونه فاتح وملوش اي ريحه خالص. وهنضربهم كويس جدا، وبعد كده بضيف معلقتين الزبادي. نسيت اقول لكم ان انا ضفت عصير البرتقال قبل ما اضيف الزبادي. بعد كده هقلب كل المواد الجافه اللي عندي. الدقيق زي ما قلت لكم ان انا حاطه عليه ذره من الملح، وبضيف عليه النشا والبيكنج باودر، وبقلبهم كويس جدا. وهبدأ كده اضيف الدقيق، انا استخدمت الدقيق متعدد الاستخدامات زي ما قلت لكم في الاول. وبضيف نص كمية الدقيق، وبعد كده بضيف النص التاني، ونبدأ نقلب في اتجاه واحد علشان الهواء اللي جوه الكيكة ما يخرجش منها. واول ما الدقيق يختفي خالص نوقف تقليب. انا عيرت النهاردة بالكوباية المعيارية اللي هي 250 ملي، لو مش متوفرة عندك عايري بأي كوباية عندك موجودة في البيت، بس الكوباية اللي هنعاير بيها كل المكونات. وده قوام الكيكة معانا، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، وده شكل القوام بتاعها. الصينية ببطنها بزبدة ودقيق، بنبطنها بزبدة ودقيق علشان الكيك بتاعنا ما يلزقش في الصينية. بعد ما بطنتها بالزبدة كويس جدا بضيف عليها معلقة من الدقيق، بنفضي الدقيق الزيادة منها. وبعد كده بنفضي خليط الكيك، وبنخبط الصينية بتاعتنا كده خبطتين علشان نطلع اي فقاقيع زيادة فيها. وبدخلها في فرن درجة حرارته 180، بندخلها في الرف الوسطاني، ما بنفتحش الفرن عليها خالص غير بعد 40 دقيقة. بتاخد معانا في الفرن من 40 ل 45 دقيقة. لو الفرن بتاعنا مظبوط هتاخد اللون الذهبي الجميل ده لوحدها. لو احتاجت اننا نولع عليها الشواية هنولع عليها الشواية دقيقتين علشان تاخد لون ذهبي من فوق. وسبتها بردت خالص، وبعد كده هقطعها. شايفين الكيكة ما شاء الله لونها جميل جدا زي ما انتم شايفين، وكانت ريحتها برتقان وطعمها تحفة. الكيكة كانت هشة جدا ما شاء الله. ناخد قطعة كده ونشوفها.
الكيكه طريه جدا من جوه، هو واخده لون وكفر حلو قوي من بره. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد بقدمه. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.